بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. روحي بعيد شوية يا ملك كده، ارجعي بالتليفون شوية كده عشان نوريهم الجمال. ايه الحلاوة دي؟ ايه جميلة اهو. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شيماء بقى لها فترة ما جاتش معايا، انا جبتها لكم اهو قبل ما اهرب منها يا استاذ. كل شوية تقول لي انت ماشية ليه؟ يا رب دايما كده في هنا وخير وسعادة يا جماعة. النهارده ليلى هتعمل لكم الرقاق الطري اللي بنغمس بيه بقى. اسهل حاجه من غير خميره ومن غير حاجه. كان في حد طلبه مني الرقاق الطري اهو، وانتوا طلباتكم اوامر. بس هو في رقاق طري نوعين. لا الرقاق الطري ده بتاع الصواني، وده الرقاق اللي احنا بناكل بيه. بيبقى زي العيش كده، بيتعجن بالسمنه وباللبن، ولو في رايب ماشي، ومن غير خميره يعني. يلا بقى نشوف المقادير والطريقه. هتعملي ايه بقى يا ليلى؟ بصي بقى، هنعجن الرقاق الطري اهو. دي معلقه سكر كبيره اهي، ومعلقه ملح برضو صغيره. بصي احنا هنعجنه بحليب بقى. ماشي. بسم الله. وممكن بقى تعجنيه بلبن رايب، جميل لو عجنتيه بلبن رايب. الله يسلمك زكي هديه. جميل لو عجنتيه بلبن رايب. هو الرقاق ده اللي بنغمس بيه زي ما قلنا، مش اللي هو بيتعمل في صواني. ولو عايزه تحطي بقى برضو معلقه قشطه يا شيماء، يبقى رهيب. عايزه بصي المتاح بقى، عايزه تعجني بلبن عجيني، عايزه تعجني بلبن على ميه عجيني، عايزه تعجني برايب عجيني، المتاح. ماشي. بس هو كل ما بيبقى دسم كل ما بيبقى طعمه حلو. صحيح فعلا. وده بيبقى سهل جدا يا جماعه، مجرد ان العجينه ترتاح وبس. ولا خميره بقى ولا اي حاجه خالص. دول كيلو ونص دقيقه على فكره. مش عارفه مره بس بطريقه شلة. تعالي كده بقى اوريهم هنا. دي هنحط السمنه. دول تقريبا 200 جرام سمنه. ماشي. اهو عادي، انتوا ممكن تحطوا الحليب او الرايب على السمنه على الملح كله وتعجنوا. بصوا بقى حلاوه ده، ان بقى شويه قشطه، شويه رايب، شويه زبادي، شويه حليب الموجود عندكم. حلاوته في كده بقى. كل ما تغذوه هيبقى طعمه حلو. كل ما يبقى طعمه دسم، ما يبقى دسم يبقى طعمه حلو. يغذوه قشطه، سمنه، زبده. بالظبط. هيشرب السمنه كده ونوريكم العجينه في الاخر. بصوا العجينه بقت عامله ازاي. ده بقت مورقه من كتر العجن فيها. طريه اهي، بس هي مش بتلزق. والعجينه مفتحه من جوه يا ليلى. بصي مفتحه ازاي. اما تكون العجينه مفتحه كده تبقى مورقه معاكي لما تيجي تخبزيها اهو. صلي على محمد. على ما ليلى بتحمي الفرن اهو. تمام. بدأنا ان احنا نقطع العجينه، ما بتخمرش، بس عايزه اقول لكم ريحتها جامده يا حلوه قوي يا ليلى. ريحتها جميله من السمنه واللبن اللي فيها، ريحتها جميله. عايزاكم تشجعوا الفيديو ده، واللي وصل لحد هنا يعمل لايك، لان اللايك مهم جدا للفيديو عشان نفضل نقول كده كل شويه. نبدا بقى ايه، بدلت بس دي خفيف. اقطع لك اهو يا ليلى. ماشي. بس خليه وسط بقى عشان كده حلو يعني، عشان حرق البلاط. ماشي. اللقمه دي يا جماعه بتبقى عسل. بتبقى بقى عايزين جبنه قديمه ماشي، بتاع عسل ماشي، عسل ماشي، عسل بطحينه زي ما شيماء بتحبه. عسل بطحينه بحب قوي. جدع يا لولا يا عسل. اسمها لولا يا جماعه. انا كنت قايله لكم ان احنا هنعمل عيش البتاو، والله قايله في الفيديو اللي فات هناكل انا وشيماء. طب ما انا جيت كلت منه. لا احنا كنا عايزين نعمل رنجه وسردين. احنا عملنا اكل تاني بقى عندي في القناه برضو، وان شاء الله باذن الله فيديوهاتنا تكون بتنال اعجابكم.
ايه؟ انا بص وانا بفرد بفضل تفضيل الدقيق خفيفه قوي قوي يعني. بصوا خلي بالكوا شيماء كل مره بتدبسني في الحميه. ما انا ما بعرفش. والله ما بعرف يا جماعه، عمري في حياتي بجد ما جربت ان انا يعني دايما بقعد على الفرن وهو جاهز كده. لا الحميه دي وحشه قوي. ده صعب قوي صحيح والله العظيم. بصوا العجينه بتمشي، انا على فكره مش ضغط على الرقاقه خالص، العجينه بتمشي لوحدها ازاي يا ليلى من كتر ما هي مفروده حلوه قوي كده. بصي اهو. بصوا بقى الرغيف في الفرن عمل ازاي. ما شاء الله. بصوا هو باين اهو. جميل اهو. بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم في طعمه يا ولاد؟ حلو جميل. العيال بيقولوا لنا الفطير ده اللي عامل شبه طعمه زي الفطير وعاوز عسل. بامانه طعمه جميل والله، وحاجه سهله وسريعه يعني. على فكره ممكن تعملوه احنا بنعمل لكم ده عشان الجو والقعده، انتوا بقى ممكن تعملوه في على الطاسه وانتوا واقفين كده في 5 دقايق، اسهل حاجه. اللي وصل لحد هنا يا جماعه يعمل لنا لايك. انتوا ممكن تاكلوه بقى بعسل، تاكلوه بجبنه حادقه، تاكلوه زي ما انتوا عايزين، ممكن تعملوه سندوتشات اي حاجه، المهم ان هي اكله حلوه. قوموا جربوها يلا دلوقتي. خد يا جميل شيل. عسل اهو. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. روحي بعيد شوية يا ملك كده، ارجعي بالتليفون شوية كده عشان نوريهم الجمال. ايه الحلاوة دي؟ ايه رأيكم؟ مفيش أسرع من كده بجد. وزي ما قلنا يا جماعة ممكن تعملوه في الطاسة، بجد تحفة. جميل جميل. احنا هنلمه على بعض دلوقتي هيطرى كمان. هو اصلا بصوا عامل ازاي، بصي عسل. ده ملك كده، بصوا طري خالص ومورق ازاي وجميل اهو. هتاكلي بيه اي حاجه، جميل. يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويلا مع السلامه.